السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ أنا زيدو. في القناة دي بشارك معاكم أفكار سريعة عن تطوير النفس والمذاكرة وكمان شوية نصايح كده تخلي يومكم أسرع وأخف. والنهاردة هنتكلم عن 3 حاجات بتضيع تركيزك من غير ما تحس وازاي تبطلهم فورا. أكتر حاجة بتقطع تركيزك مش إنك تقعد على الموبايل ساعات، لأ، النظرة السريعة هي اللي بتقطع تركيزك. ازاي؟ والنظرة السريعة ديت إنك أنت تقول لنفسك هفتح دقيقة بس، وده استحالة يحصل لأن الدقيقة بتخش في 20 دقيقة، والدقيقة ديت ممكن تاخد تركيزك 20 دقيقة قدام. يعني انت لو كنت بتركز في الأول 20 دقيقة مثلا، 20 دقيقة دول راحوا بسبب الدقيقة اللي انت قعدتها على التليفون. فالحل إنك تخليه بعيد عنك خالص، ترميه، تولع فيه، المهم يبقى بعيد عنك. تاني حاجة، لو فتحت الكتاب على أمل إنك تتصرف، دماغك هتضرب فرامل من أول صفحة على طول، لأن ده استحالة يحصل. دقيقتين كده قبل المذاكرة واكتب أنت هتعمل إيه في الجلسة دي، وجرب يا عم، أنت مش هتخسر حاجة، وشوف هتنفع معاك ولا لأ، وعلى ضمانتي. تالت حاجة بقى، لو أنت من النوع اللي بتغير مكانك كتير فأنت كده غلط، وده لأن دماغك هتقعد تفكر كتير أو تاخد وقت كتير علشان تحس إن الوقت ده هو فعلا وقت المذاكرة أو وقت الشغل أو، فما ينفعش تغير مكانك كل شوية. اثبت في مكان واحد وخلاص، بس اثبت في مكان واحد، وممكن تغير كل مثلا 3 ساعات 4 ساعات، ساعتين، وهكذا. بس مش كل شوية دقيقة وتنط دقيقة وتنط على مكان تاني، لا ما ينفعش، اثبت في مكان واحد. بس كده، ده كان فيديو النهاردة. لو عايز فكرة تانية مختلفة تماما، انزل تحت في التعليقات وقول لي. لو عايز مثلا فكرة دراسية، فكرة عن تطوير النفس، عن الموتيفيشن، قول لي وانا بإذن الله هطلع لك فكرة نار او فيديو نار، مش فارقة يعني. بس كده، متنساش اللايك والسبسكرايب، اضغط يا صديقي على زر اللايك وايضا زر الاشتراك، لان انا عايز سبسكرايبرات. بس كده، سلام.